في الظل كده ومحدش واخد باله، في آخر سبتمبر سنة 1934 أسرة اسمها بالتو هاون كانت عايشة في شقة دوبلكس بسيطة في شارع بمدينة سيركستا في أسبانيا. فجأة بدأوا يلاحظوا حاجة غريبة. الأول كانوا بيسمعوا أصوات ضحك مش مفهوم وصراخات مكتومة، افتكروا إن الصوت جاي من عند الجيران، لكن مع الوقت اتضح إن الصوت مش بشري، والأغرب إنه طالع من جوه البيت نفسه، بالتحديد من الفرن الحجري اللي في المطبخ. لحد ما في ليلة من الليالي الخادمة باسكو آلا كانت بتغسل الأطباق، سمعت صوت غليظ جاي من المدخنة بيناديها باسمها باسكو آلا، وبعدها ضحكة شيطانية طويلة خلتها تسيب كل حاجة وتجري مرعوبة. من الليلة دي البيت اتحول لكابوس. الأصوات بقت تنادي كل فرد من العيلة باسمه وتعيد وراهم الكلام كأنها شايفاهم، والأدهى إنها ترد على أسئلتهم مرة بسخرية ومرة بتهديد. الخبر انتشر في المدينة بسرعة، والناس بقت تيجي بنفسها البيت علشان تسمع الصوت. ساعات كان يرحب بالزوار بأسمائهم، وساعات يسخر منهم بضحكته المرعبة. حتى جريدة التايمز اللندنية بعتت مراسلين وساعتها أطلقوا على الظاهرة اسم عفريت سيركستا. الشرطة اضطرت تدخل واحد من الضباط، سألوا الصوت اللي جاي من الفرن الحجري عايز فلوس؟ رد الصوت لا. ضابط تاني قال له عايز شغل؟ الصوت رد بحدة لا. سألوه انت مين وعايز ايه؟ فجأة الرد بعد ضحكة مجنونة أنا مش راجل ومش عايز حاجة. الرعب وصل لأقصى درجة لما هددهم صراحة يا جبان هخلص عليكم كلكم. وقتها الشرطة أخلت البيت وحطت باسكوالا في مصحة عقلية، وشكت فيها مش يمكن تكون هي صاحبة فكرة الصوت وبتتكلم من بطنها وعايزة تخوف العيلة. لكن الغريب إن الأصوات فضلت مستمرة حتى وهي مش موجودة. السلطات فرضت حصار كامل على البيت ومنعوا أي حد يدخل أو يخرج، ومع كده الأصوات ما وقفتش. جابوا مهندسين علشان يقيسوا المدخنة. المهندس مايسون لقى الصوت بيقول له الجزء اللي بتقيسه دلوقتي عرضه 75 سنتيمتر، والرقم طلع صح. فساب أدواته وجري مرعوب. كل شوية الصوت يسخر ويهدد لحد ما قال جملته الأخيرة أنا هنا هخلص على كل اللي جوه. العيلة رجعت يوم واحد للبيت، لكن الصوت رجع أقوى من الأول وهددهم تاني. ساعتها سابوا الشقة وما رجعوش أبدا. في 4 ديسمبر السلطات طلعت بيان رسمي قالت إن السبب قدرة باسكوالا الخادمة على فن إلقاء الصوت من بطنها، بس محدش صدق لأن الصوت كان رجولي وخشن ولسه موجود وهي مش موجودة. بعد شهور من الرعب فجأة كل حاجة سكتت، وبعد سنين البيت اتهد سنة 1977 وبنوا مكانه مبنى جديد وكتبوا على بابه بحروف ذهب مبنى العفريت. ولسه قصته بتتحكي لحد النهاردة كواحدة من أبشع وأغرب الحوادث المرعبة في تاريخ أسبانيا.